اهي هنزل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم في فيديو جديد. يخرب على القمر، ايه الحلاوه دي؟ وحشتوني يا قطاقيط قلبي، وحشتوني. طبعا احنا عارفين محدش هيتكلم على المواعيد، ولا انت عارف انا في العسكريه غلطه يا باشا وبراحتك، هنبقى واضحين. هتقول لي الوقت يا دوما في شهرين وماليش دعوه، انا عسكري بخدمك، انت نايم بالقله وانا بديك في القله. راجع النهارده بقى فيديوهات رياكت. انا بنزل من الجيش حرفيا بلاقي حاجات بقعد قدامها كده، والله العظيم بجد، يعني من بره، يعني حتى من بره كده بقى بلاقي صور غريبه وحاجات مريبه، فاللي هو بفضل قاعد فاهم. راجعين في فيديو رياكت بقى من اللي قلبك يحبه ده. ولو اول مره تشوفني معاك دوما فاروق من قناه دوما فاروق، لو مش عامل سبسكرايب انزل اعمل سبسكرايب ودوس على زرار الجرس عشان يوصل لك كل جديد انا بنزله. صدقني زرار الجرس ده مهم، ولو مش عامل فولو صدقني هتبقى بتوجعني قوي. بعد اذنك انزل اعمل لي فولو عشان انا نفسيتي متدمره اليومين دول، وعايز حاجه تحلبسني لقدام. انا محتاجه اتحلبس. ومفاجاه، لو مش عندي على الانستجرام هتلاقي حاجه هناك انت هتستغربها، هتقول لي ايه يا دوما ده؟ هقول لك بارك لي. عشان تبارك لي روح هناك، سايب لك لينك الانستجرام تحت، روح وانت هتعرف لوحدك. ما تنساش تعمل لايك وشير لاصحابك. دوما نزل فيديو، دوما يا عم نزل فيديو. شغل معايا الشغل، مش هنفضل قاعدين كده، احنا عزب وانا بقول انتوا اهلي. يلا بينا نخش على الفيديو الاكت بتاعنا، ومعانا اول فيديو. بسم الله توكلنا على الله يا رب. عايزين نوصل الفيديو ده ل 10,000 لايك، ماشي؟ انا عشمي فيكم، بحبكم. طبعا الفيديو ممنوع اللمس ده. انا مش ده الواد بتاع اسنك يا انسه؟ انا مش قاصد والله، مش قاصد، انا كان قاصد ده كلها خدي واحد من ورا. اللي انا بقوله ده مش قصدي يعني. ماله ولا في حاجه اسمها بوج؟ عملت الرساله يعني عشان اوصل للناس. قول لنا بقى يا باشا، الفيديو اللي انت عملته ده ايه بقى الفايده منه بقى؟ كنت عايز توصل ايه يا اخي؟ عشان كنت فاكره فيديو تافه، لكن ده طلع فيديو هادف وانا مش واخد نايم على ايه. عملت الرساله يعني عشان اوصل للناس ربنا عليه الصلاه والسلام ايه؟ انا حتى مش عايز اعيدها. ده ملتك ايه دي؟ ملة ايه؟ لا انت خاف اكمل لك الفيديو. لا ده استحالة اكمل الفيديو بعد اللي انت قلته ده. انت خلاص كده اخرك، انت خلصت معايا خلاص. روح، تقدر تمشي دلوقتي وتجيلنا باذن الله في وقت تاني يكون في مصيبة اكبر. لا مفيش اكبر من المصيبة دي بعد اللي انا سمعته ده، استغفر الله العظيم. يعني ايه ده انا كل ما افكر دماغي تهنج يا جدع. بص عيني عملت ازاي. بس جماعة انا عندي هرموناتي وبعيط على اي حاجة. شفت البوست ده بتاع الجار المزعج، واحد كاتب هو انا ازاي كنت بعمل فيك مقالب وانت بتحتفل بعيد ميلادك لوحدك؟ يا جماعة ما بهزرش والله، انا عمالة اعيط من ساعة ما شفت البوست ده. زعلانه ان هو عملت فيك كده. هو كان عيد ميلاده وبيحتفل لوحده. الاستاذه كنزي ما تعرفش ان انا في عيد ميلادي اللي فات خدوا مني فلوس عشان يجيبوا تورته. احنا عملنا كتير قوي في الراجل ده وما يستاهلش والله العظيم. بجد كان غلبان قوي. تخيلوا بيحتفل بعيد ميلاده في المطبخ لوحده، وانا اقعد احط له مصابير وصبغ في الكرسي بتاعه. كفايه بس كفايه. ما كانش قصدي والله، ما كانش قصدي احط صمغ في الكرسي، انا كان قصدي احط الصمغ في استاذه كنزي. انت في كامل قواك العقليه انت عامله فيديو زي ده بجد والله العظيم. الراجل اشتكالك في حاجه يعني؟ ما الراجل ما شاء الله عليه اهو لابس قرطاس وماسك زماره وتورته وحاطط عليها كريم شانتيز من فوق وحاجات يعني حلوه. مش فاهم ايه مشكلتك يا استاذه كنزي؟ انت ايه اللي مضايق؟ ده راجل عنده ثلاجه ما شاء الله وشباكه وطال العرض، ده قاعد في فيلا دورين. انت ليه دخلتينا في حاجات ليه نتكلم في حوار زي ده اصلا؟ يعني يتزعل سبيستون. شباب والله العظيم انا مش فاكر حاجه خالص. ما تطفحش. ايه اللي مش واكل حاجه؟ ما تطفح من غير ما اعرف مش هتاكل ليه؟ ما تطفحش اصلا، ما تاكلش عادي. ايه اللي مش واكل حاجه خالص يعني؟ هنعمل لك ايه؟ مش فاهم. ولا اكل من الاكل دوت، ولا اكل من الفراخ ديت زي ما انتوا شايفين كده، ولا اكل من المكرونه البشاميل. ايه مكرونه ايه؟ نفسي اخد المعلقه اللي على المكرونه البشاميل دي واحطها يا اخي حرام عليك يا اخي. ديت يا جماعه اللي ما بيعيش
يا جدعان الكلب اللي هو بيعمل كده بس. يعني تخيل يبقى ربنا يعني وانت ترب الدنيا مبدئيا، بس ولا حاجه ما تطفحش ما تاكلش، ومحدش هيبعت لك الكلب اللي بيعمل كده. الكلب اللي بيعمل كده كده يا جماعه والله العظيم يرضيكوا كده، يرضيكوا كده يا جدعان. بودي ابو شعر سايح وجاي على الجنب كده، بودي فلقة القمر. فلقة القمر؟ هي مش فلقة القمر للاسف، هي فلقة وهنا كان لازم نتدخل. يا عم بوس ايديك، ما تخليناش نخرج عن شعورنا ونقول كلام ما ينفعش يتقال، حرام عليك، اسكت. يروح ينام كده يا جدعان من غير ما ياكل، يرضيكوا كده. نام من غير طفح عادي جدا، مش هتموت، مش هيحصل لك حاجه، عادي هتصحى تاني يوم وافطر بقى، افطر فطار تقيل عادي، نام من غير طفح عادي، فاهمني؟ ده عبد الباسط حسونه، فاهم؟ ده حرفيا لما يقول لك معايا بقى حته يا باشا موت. عايز مين يحضر لك فرحك؟ كل واحد عبد الباسط حمود، قول له بس خد عبد الباسط هتلاقيه قدامك دلوقتي. المره دي يشتغل الصرص بقى، وهو انت شايف عبد الباسط حموده، ممكن تقول ايه هيوديني تعمل كده، بس مش هو والله، ما هو اهو ده واحد من اللي شاربين واقف، بس يعني الواد واقف قرفان، الواد واقف مش مستوعب ازاي ده دافع تيكت وين عبد الباسط حموده رايح يلاقي عبد الباسط حسونه. تضحك عليه يا جدعان في كتير والله. ايه ده شبه الراجل بتاع شكيلي دم يس. لو تلاحظوا يا جماعه دلوقتي خلاص انتهى موضوع يعني الشخص، يعني مثلا يعني مفيش عبد الباسط، هو بقى في دلوقتي شبيه عبد الباسط، بعيدا عن ان هو اصلا ملوش علاقه بيه. عندك مثلا امبابي بقى شبيه امبابي، صلاح شبيه محمد صلاح، ما بقاش فيه خلاص يعني الحاجه الاصل دي خلاص. تحس بقى مثلا عامل زي التليفونات كده، هو بيجي عليها خلاص هي تقعد سنتين تصدر بعد كده بتقف، عايز تشتري مستعمل او شبيه التليفون انت عايز تجيبه. لا خلاص مفيش دلوقتي اي اصدارات جديده، يعني ربنا يتولانا. يعني انا بدور لي على شبيه عشان لو حصل لي حاجه يبقى موجود، اهو حتى على الاقل ينزل فيديوهات وانا في الجيش، والله العظيم مصلحه، هلاقيه باذن الله، او الاقيه ده هو موجود. شباب لازم يلاقوا حل في موضوع اللايفات، لازم يبقى في حل، قسما بالله لازم يعني، بعيدا عن ان عمر بيضحكني بصراحه، موضوع عمر ده بيضحكني. ايوه خليته ايه واحد كتب له في الكومنتات بيقول له خليه طرقع صوابعه. يا رب نكسب سكور الحكم يا شباب. يا ابني انت بتعمل يا ابني، وانت عندك يا ابني وانت متوحد يا ابني، بتعمل ايه يا ابني؟ الله لا يسيئك يا شيخ، بتعمل ايه انت تقعد ساكت خالص بعد بودي فلقة القمر والشعر النايح. شعر النايح ايه ايه ده بتسقف كده بص التاني اللي بيقول له سقف كده ده يا عم يعني. دماغي ده بقى اهو شباب تكبير. العب عقله. اللي بيقول له العب عقله ده يا رب الجنه تحت اقدام الامهات فعلا، عشان محدش غيرهم ما يخشها. جابل يا عم العب شباب تكبير. العب قسما شباب بالله اي حد ما عرفش يخليك تعاقب لان اخليك تعاقب. تمام شباب ما حد. انا بقول نقفل الفيديو ده لحد كده، التاني بيقول له سقف والعب عقله، وده بيقول له مش هسيبك الا لما تعاقب، التاني رجليه اصلا بمين. انا كفايه اصل ليه يعني هنشيل ذنبهم ليه؟ ربنا يسهل لهم. انا المره الجايه باذن الفيديو الجاي لازم اجيب كروان اللي اسمه كروان مشاكل ده، لازم اعرف الواد ده حكايته ايه. هيبقى فيديو مخصوص عن الكروان مشاكل ده باذن الله، هيكون قريب يعني، احاول انزل لكم فيديو تاني قبل ما ارجع الجيش. شباب انا مش هاكل يا ابني انت عايز مني ايه يا ابني ما تقعد في حته الله يا ابني، هو انت لسه ما نمتش يا ابني؟ وانا لازم ازعق عشان تخش تنام يا ابني؟ ما قلت لك ما تطفحش وخلاص ما تاكلش. ايه اللي يا شباب شباب انا مش هاكل يا جدعان اللي جاي. هو طالع كله بطعم واحد يعني. بص لا تعالى اول وجبه اللي هي الفراخ البروست دي بنفس الطقم. شباب انا مش هاكل خالص غير لما بقت لي اسد على البث المباشر. تاني وجبه البرجر والكولا بنفس الطقم. شباب انا مش واكل خالص غير لما بقت لي اسد على البث المباشر بقى. تالت بيتزا بنفس ايه ده؟ شباب انا مش هاكل من التورته دي خالص ولا احتفل بعيد ميلادي غير لما بقت لي اسد على البث المباشر. لا هنا مش نفس الطقم، هنا التيشيرت اتغير معلش. ده بيقعد فاتح لايف بالاربع ايام يجيب ايه ده عيد ميلاده جه وقاعد في اللايف. يا نهار اسود على الضحك، ايه ده؟ انا عايز اعرف تواريخ الايام ايه، يا نهار اسود على الضحك.
شباب والله. ايوه هنا التيشيرتات تتغير، لكن عليا الحلال البنطلون ما هقلعه، مش هقلعه. متعرفش تقريبا في بلاوي تحت ما تفهمش فيه ايه، مش عايز يقلعه. لابس البنطلون بقاله 7 سنين، كل واتغدى واتعشى واتغدى واتعشى واتغدى، وعيد ميلاده جاب التورته ما غيرش غير في مرتين بس التيشيرت، لكن البنطلون مش هقلعه. العظيم انا مش واكل خالص. شباب انا مش هاكل حاجه خالص، ولا احط لقمه في بقي، ولا اكل من رغيف الحواوشي دوت غير لما بعت لي اسد على شباب والله العظيم انا مش واكل ولا احط لقمه في بقي. كل الناس اللي ده شباب والله العظيم انا مش واكل خالص ولا كرهتنا في الشباب، وكرهتنا فيك، وكرهتنا في التيك توك، وكرهتنا في اللايفات، وكرهتنا في حياتنا. كده الفيديو خلص النهارده، لحد كده ضمانه على صحتي كفايه. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولو الفيديو عجبك دوس لايك واكتب لي كومنت قول لي رايك في الفيديو، وما تنساش تروح على الانستجرام اللي قلت لك عليه ونوصل الفيديو ده ل 10000 لايك. واشوفكم الفيديو الجاي على خير. السلام عليكم.